السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية يا ربي. نبدأ يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا اليوم عندي هريسة. الوالدة كانت يمي فرادت من عندي هريسة، فهنا أنا بلشت هنا عندي عظام، قالت لي أريدها بعظام، فهنا سلقت شي نص سلقة لين بيه لحم شوية، فحمسته خليت دهن شوية وبصل والعظام هذه خليتهن. وعندي كوبين مال هريسة، كوبين مال حبية بلشت بيهن. طبعا غسلتهن قعدتهن قبل يوم، وبديت من الصبح اشتغلهن. هنا عندي هاي ماجي مال لحم، خليت لي مكعب باكيت واحد، خليت لي لان راح يصير كمية كبيرة عندي. هنا خليتها راح اظل احمسها واخلي لها مي حار، ما اخلي مي بارد. هنا طبعا على صفحة انا مخليه مي حار على صفحة. هنا راح ابلش اخلي لها، طبعا دا اسوي الغدا واسوي الحبية الهريسة. فهنا انا بقيتها طبقتها وعفتها على صفحة، وهذا مي حار اماتين يعني فوق هذا المي الحار اللي خليته. هنا دا تفور عندي بعدها. هنا شو اخلي لها اني؟ خلي لها قيمر، طبعا عفتها فترة كلش طويلة، تقريبا فوق الساعة، ساعتين تقريبا، بس على نار هادئة. اخذت لها فورتين وبقيتها على نار هذا. بعدين جبت هذا قيمر، انا سويتها قبل بس بقيمر عرب بس ما صورتها. بس هنا هذا باكيتات مال قيمر كاله او حليب او قيمر عرب براحتكم. فهنا عندي كوبين مال قيمر كاله يقبان، اعتقد يقباني، فسويتها خليت لها. فصل هذا العظم عن شوية لحم بيه انفصل، فهنا أنا جاي تستوي. هنا خليت اني باكيتين اصلا مال قيمر، وابقى يعني ايدي بيها ما اعوفها منها لما تكمل. المي هم خليتها اني يعني ما اخليها، ما صورت لكم يعني شلون اخلي المي والهذي كليته. فهنا عندي دارسين عودان فطحنته، كملت عندي طبعا الهريسة خلصتها وكملتها. فهنا أنا عندي دهن حر ودارسين. هنا طحنت دارسين هسه كمل، وهذا عندي. هنا سامكم العافية إن شاء الله حبايبي. فورا ما كملت هنا راح أخلي دهن حر عليها. كملت من عدن. هنا بلشت بمسواقي، طبعا طلعت على السريع للسوق لان هو من الصبح انا مخليه الهريسه. فجبت اجبان للبيت، وهاي زبد للكليشه خليته اريد اسوي، وبسكت هم يردون، يعني هذني متواجدات بالبيت حتى البنات باي لحظه يقدرون يطلعون يسوون. هنا هذا زبد مالح وبهارات مال قص مال لحم، هذا الزبد وهالبسكت. الزبد هذا مملح للأكل أو للطبخ براحتكم. هنا عندي هذا صدر دجاج، وهذا زيتون. والبنات يحبن يسوون شغلاتهن صاج يا أما راحتهن. هذا جبت شو اسمه مرات ابو فاطمه يحبه، يعني هذا للنومي بصره، عصير مال نومي بصره. عجبتني هاي القلاصات هسه تشوفونها، هذا شطه
وهاي القلاصات عجبتني للبنات، جبت لهم كل وحدة لها واحد قلاص. ها بصح خلن بيه مي، ما لحقت اصور. وهاي الدولكة هم ما ادري عجبتني، ذكرني بايام قبل. خلي بيها ثلج ونخليها بالمجمدة، طبعا نصها ثلج حتى من اطلعها اقدر اخلي بيها مي. يحتاجونها. هنا رتبن الغراض على الميز وصورته من جديد. حبايبي لا تنسون الاشتراك بالقناة وتعليقاتكم الحلوة، وشكرا أشكركم على تعليقاتكم الحلوة السابقة بالفيديوهات السابقة، لأن ترفعون من معنوياتي شوية، ويعني تشجعوني أسوي لكم فيديوهات. بعد عندي هم فيديوهات طالعة بيها أنا هواية، فراح أنزلها لكم بالأيام الجاية إن شاء الله. لا تنسون الاشتراك بالقناة، تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الأحلى. هنا هاي عادة التصوير طلعنا الغراض على الميز من البداية، لأن أنا أول ما جيت قعدت بالقاع ما قدرت، يعني تعبانة وذبيت نفسي، فهنا هاي الغراض كملتهن. شكرا لمتابعتكم.